هديك معلومات إن شاء الله بإذن الله تقدر تطبقها من النهاردة، وتقدر تحفظ أسرع وتثبت المعلومة أقوى من غير لا تعب ولا ملل. دلوقتي بقى خلينا أقولك على طريقة عملية تحفظ بيها أسرع وتثبت المعلومة لفترة أطول بدون ما تحس إنك بتعاني أو بتتعب. اسم الطريقة دي حلقات الذاكرة الشعورية، ودي باختصار بتعتمد على 3 خطوات. 1. إدخال الشعور قبل المعلومة. قبل ما نبدأ نحفظ اسأل نفسك الأسئلة اللي جاية دي: أنا ليه عايز أتعلم دي؟ إيه علاقتها بحياتي؟ طب بالنسبة للآيات، لو حفظت الآية دي أو حفظت المعلومة دي هتساعدني في إيه؟ المخ بيتفاعل مع الهدف مش التكرار. لو مفيش إحساس داخلي بقيمة اللي بتحفظه المعلومة هتطير. 2. الربط بالمواقف. اربط كل آية أو كل قاعدة بموقف شخصي حصل معاك. مثال، لو هناخد على آية قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاكر وقت حسيت إنك لازم تتغير فيه؟ اربط الآية دي باللحظة دي. كل مرة راجع الشعور ده مش بس الآية. 3. التفاعل الصوتي والبدني. خلي صوتك يتغير، ما تخليهوش ثابت. ملامح وشك تتفاعل ونبرة صوتك تنقل الإحساس. العلم بيقول إننا لما بنستخدم أكتر من حاسة في المعلومة نسبة تثبيتها بتزيد بنسبة 70%. يعني بدل ما تفضل تقول الآية بصوت ممل، قولها وكأنك بتعيشها. تعايش مع الآيات. جرب مثلا تقول قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بإحساس إنك المخاطب مش بس القارئ. كل ده مش كلام تنظيري خالص، دي تقنيات مثبتة في علم نفس الأعصاب. وأنا الحمد لله خريجة الأزهر الشريف ومعايا ماجستير دولي في علم نفس الأعصاب، ومعتمدة من وزارة العدل والخارجية كلايف كوتش ومدربة ذاكرة، وجمعت بين العلم والدين عشان أقدم لك الطريقة دي. الطريقة دي جربها النهاردة، بس اوعى تستهين بيها، لأن الفرق حقيقي بيبان من أول يوم.